بسم الله ما شاء الله. كده الفايش بعد ما حمصناه يا جماعة كده بصوا، سامعين بقى؟ شايفين التحميص؟ نحط الفرن على الاخر شمعة خالص، ونرص الفايش في الصاجات او في صواني الالومنيا، وندخلها تاني الفرن ونسيبه على النار هادية خالص يتحمص كده عشان ينشف من جوه، عشان ما يبقاش طري من بره، مقرمش من بره لكن من جوه يبقى طري. لا، لازم نتأكد انه من جوه كمان. بصوا، شايفين القرمشة؟ شايفين؟ سمعتوا صوت الكسرة دي؟ هو ده تحميص الفاش. ما ينفعش على نار عالية، هيتلفح من بره ويبقى من جوه لسه طري. لا، احنا عايزين ان شاء الله اول يوم العيد كل عام وانتم بخير نصحصح كده ونسقسق بقى في الشاي بلبن الفايش مع البسكوت كده، ونستمتع بجمال اللقمة، يبقى طعمها حلو. هي عمايل ايدينا وحاجة نظيفة جدا، ما اشتريناش من بره وما كلفناش نفسنا فوق طاقتنا. والحمد لله ربنا يجعله عامر، وربنا يزيد البركة يا رب في كل بيت وكل ست يا رب تعمل بإيديها حاجة بيتها، ربنا يبارك فيهم. كل عام وانتم بألف خير. وادي يا جماعة فيديو الفايش كده بعد ما اتحمص، ودي الخطوة النهائية. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.